خسرنا في أرضنا في استاد القاهرة من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 2-1. أنا مش زعلان إن احنا خسرنا، أنا زعلان إن ما عندناش مدرب. مباراة هدية طبعا لموفوكينج اللي لم يجد أي صعوبة في تسجيل الهدف الأول في المباراة. اللقطة الأولى غريبة من جانب رامي ربيعة. إيه اللي بيحصل ده؟ يا حضرات لابد من تحكيم الضمير، لابد من تحكيم الضمير حقيقي. كولر ما ينفعش إنه يقعد، ما ينفعش إنه يقعد. هنفضل نقول ليه؟ احنا ما بنهدش النادي الاهلي، والله ما بنهده. عمر الساعي، الله على التمريره، الله على التمريره من عمر الساعي. جميله جميله جميله. من انت عايش على ان اي حد ينقذك زي حسين الشحات لما نزل النهارده وجاب لك جول. انا برضو مش متخيل ان ازاي حسين الشحات ده يقعد. جول لحسين الشحات. أول كرة عرضية خدها واحد من الاتنين بس، والأربعة بيتفرجوا، حملها براسه، خبطت في العارضة ونزلت. لدلميني خطيرة الرأسية، مرت جول لفريق أورلاندو بايرتس. عرضية على القائم القريب، الله أعلم جوه المرمى ولا بره المرمى، ما شفناهاش كويس. خبطت في العارضة ونزلت، خلاص ربك سترها معاك. لا، التاني هو اللي يجيبها جول. عبها بضربة رأس البديل ماباسا، ترتد من العارضة ويكملها جيلبرتو في المرمى. هدف تاني لفريق أورلاندو بايرتس. انما عارفين لو الشناوي هو اللي واقف جول كان جمهور الاهلي حمله الجونين اللي انا بقول لك شوبير لا يسأل عنهم على الاطلاق. اللقطة الأولى غريبة من جانب رامي ربيعة، واللقطة الثانية أغرب أيضا من جانب ياسر إبراهيم. وادي موفوكينج بيحط الكرة على يمين. انما والله لو الشناوي هو اللي واقف كان زمان جمهور الاهلي بيصرخ فين شوبير فين شوبير. طب اهو ادي شوبير هو اللي لعب ودخل فيه جونين ولا يسأل عنهم مطلقا، ولو نوير واقف هيدخلوا فيه. وبعد كده يقول لك لا الجون اللي جاي اوف سايد، يقول لك لا مش اوف سايد كده ده يا ابني الراجل جاي اصلا من ورا، يعني من قدام لورا، جاي من موقف تسلل. يعني لما استلم الكرة وسام على صدره خلاص دي لعبة جدد اللعبة. أنا بالنسبة لي هدف سليم 100%. طيب وهو باينه قوي لما تعادت، باينه قوي يعني ان الراجل كان واقف تسلل والكرة جات له وهو كان لسه راجع من التسلل، فاوفسايد. هل مشاكل دفاع الاهلي هي مشاكل فرديه؟ تقول لك الاهلي اتظلم، انتوا اللي مضيعين والله العظيم النادي الاهلي، لانه انتوا عايزينه يكسب باي طريقه. سوشيال ميديا ايه؟ ده شويه فشله، ناس فاضيه ما لهمش اي حاجه. انا ما اعرفش انت قاعد نايم على الخط ولا واقف نايم على الخط ولا الناس بتلاقي وقت انها تحقد وتحسد وتغل، وعايز الناجح يفشل عشان يبقى فاشل زيهم. عموما انا ابني هيطلع